بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم عن أهم حاجة في الكورس تقريبا، ألا وهي البرميشن أو الصلاحيات. الموضوع ده هينفعنا لما نكون أكتر من كذا شخص فاتح النظام بتاعنا. إزاي الكلام ده؟ أنا عندي ملف أو فولدر مثلا، وعايز أنا كمالك للنسخة أدي لنفسي صلاحية إني أكتب وأشوف الكلام اللي مكتوب جوه الفايل وأعمل execute، يعني write و read و execute. وعايز أدي للجروب بتاعي صلاحيات إن هم يقرأوا ويكتبوا بس من غير الexecute، وعايز أدي لباقي المستخدمين صلاحية أو permission إن هم يقرأوا بس من غير أي حاجة تاني. تمام. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف ازاي نعمل الصلاحيات على الملفات، فيلا بينا. والله مبدئيا كده هنستخدم الامر touch عشان نعمل ملف جديد twm3.txt. تمام. وبعدين ls عشان نعرض الملف، وهو موجود كده على الهوم عادي جدا. طيب عشان نعرف ملف التكست ده واخد صلاحية ايه اصلا، انا عايز اعرف ايه الصلاحيات اللي الديفولت فاليو او النظام بتاعي بيديها له. هنكتب الامر ls وبعدين سبيس وبعدين سلاش حرف ال ونكتب اسم الملف اللي هو twm3.txt. تمام. زي ما انتوا شايفين كده يا شباب، بدأ انه يظهر لي الامر الغريب ده اللي هو داش ار دبليو داش ار داش داش ار داش داش. معناته ايه الكلام ده؟ واحدة واحدة كده ونصلي على النبي في الاول. اول داش معانا اللي في الاول ده معناه ان ده ملف تكست مش فولدر. لو كان فولدر هيبقى بحرف الدي، اول حرف هيبقى حرف الدي. تمام جدا. اول 3 ارقام او اول 3 رموز بعد الداش اللي في الاول ده قلنا ده علامة انه تكست، ملف تكست. عندنا اول 3 رموز اللي هو الار والدبليو والداش، دول مختصين للاونر او المالك او اليوزر المستخدم بتاع لينكس الاساسي. تمام جدا. حرف الار اللي في البداية ده هو اختصار لريدنج، انه كده مديني صلاحية ان المالك يقرأ الملف اللي هو عامله. طيب الدبليو اختصار لرايت ده معناه انه يقدر يكتب او يعدل على الملف اللي هو عامله. علامة الداش التالتة دي معناه ان في امر تالت مش متاخد. الامر التالت ده اللي هو بيكون الاكسكيوت. تمام. اذا انا عندي رايت ريدنج ورايت واكسكيوت. طيب فيما بعد عندي ار وداش دول التلات رموز دول بيختصروا الجروب بتاعي. لو انا عامل جروب على النظام عندي وهو كده ليه نفس التلات اوامر بتاعوتي اللي هو ايه، اللي هو رايت اللي هو ريدنج ورايت واكسكيوت. لكن هو حاليا واخد امر الريد بس، ان هو يقرأ الملفات بس، وعامل لي داش على التعديل او ان هو يعمل له اكسكيوت. تالت حاجة معانا وهي نفس الامر لكن للمستخدمين الاخرين. لو انا مدي النظام بتاعتي مشاركها، لو انا مشارك النظام بتاعي مع ناس تانية، فدي اخر حاجة اللي هو انا مدي لهم ان هم يعملوا رايت بس، يقرأوا الملف بس. تمام. الداش الأخيرة دي اختصار لأن هم لا يعرفوا يعدلوا في الملف ولا انهم يعرفوا يعملوا execute. تمام جدا. طيب انا دلوقتي عرفت ايه معنى الرموز دي. ماذا لو حابب اعدل الصلاحيات؟ يعني انا مثلا كاونر او كمالك للنظام بتاعي عايز ادي صلاحية ان انا اعمل execute، وعايز ادي للمجموعة بتاعتي ان هي مثلا تعدل على النظام، يبقى reading ويبقى write. تمام. هنعمل الكلام ده ازاي يا شباب؟ ببساطة وبسهولة. قبل ما نعرف الكلام ده بيتعمل ازاي هعرض عليكم الجدول ده الاول. تمام. الجدول ده زي ما احنا شايفين كده على الخانة الشمال عمود النمبر من 0 لحد 7. على الخانة اللي في النص عندي عمود البرميشن تايب. في العمود الثالث عندي الأوامر. طيب واحدة واحدة كده
وشرح بسيط. لما يكون النمبر 0 ده معناه ان ما عنديش اي بيرميشن، ده معناه انه يكون في داش وداش زي ما انتوا شايفين كده، جايب لي ار داش داش، ده معناه ان هو لا يعرف في الرايت لا يعرف يكتب ولا يعرف يعمل اكسكيوت. تاني حاجة معانا واللي هي رقم 1 اللي هي الاكسكيوت، ده لما يكون داش اكس، لما يكون الاكس موجود يبقى معناه ان هو واخد صلاحية الاكسكيوت. طيب رقم 2 معانا وهي الرايت، ان انا ادي صلاحية الكتابة او التعديل على الملف ككود بتتكتب داش دبليو داش. طيب رقم 3 لو انا عايز ادي للملف ده صلاحية الاكسكيوت زائد الرايت ان هو يكتب، فبتبقى داش دبليو اكس. لو انا عايز ادي صلاحية الريد بتبقى ار وداش زي ما مكتوب عندي في الامر كده، كل واخد الار صلاحية القراءة. نيجي على اخر حاجة عندنا يا شباب وهي الرقم 7، ده معناه ان انا بدل الملف سواء الاونر اللي هو انا او المجموعة اللي معايا او المستخدمين الاخرين. لما اكتب الرقم 7 او اكتب ريد او رايت ده بياخد الثلاث صلاحيات الريد والرايت والاكسكيوت اللي هو الار دبليو اكس. طيب نيجي بقى لاخر حاجة وهي ان انا عايز ادي الصلاحيات كلها لبعض الناس، سواء انا كمستخدم او سواء المجموعة بتاعتي او سواء باقي المستخدمين. فهكتب الامر شيمود. عندي مثلا هنختار اول حاجة اللي هو انا كاونر او مستخدم للنظام، فهدي الرقم 7، ده معناه ان انا باخد صلاحية ان انا اخد الثلاث اوامر الريد والرايت والاكسكيوت. تمام. هنيجي عندي تاني حاجة اللي هو الجروب، فانا عايز ادي للجروب صلاحية الريد والرايت فهديله الرقم 6. نيجي لاخر حاجة بقى الا وهي المجموعة او نيجي لاخر حاجة بقى الا وهي باقي المستخدمين، عايز اديلهم صلاحية الريد فقط، فهكتب الرقم 4. بعد كده هبدأ اخد الملف بتاعي نسخ واحطه كوبي، بس نعمل فاصل بين الارقام وبين الملف، ادوس على انتر كده خد الامر خلاص. ابدأ ls-l والملف بتاعي زي ما انتوا شايفين كده عرض لي ايه، قال لي داش. اول داش دي معناه ان الملف بتاعي ان ده ملف. اول 3 ارقام ريد ورايت واكسكيوت ده معناه ان الاونر خد اول صلاحية اللي هما التلاتة مع بعض اللي قلنا عليهم. تاني حاجة المجموعة بتاعتي خدت صلاحية الريد والرايت ولكن ما خدتش صلاحية الاكسكيوت لذلك خدت داش. تالت حاجة معانا وهي المستخدمين العاديين ادينا لهم صلاحية الريد فقط. تمام. طيب انا عايز بقى ادي جميع الصلاحيات لجميع المستخدمين، سواء اي مستخدم عادي او سواء ليا كاونر او كمالك للنسخة او سواء للمجموعة بتاعتي. والله هكتب الامر شيمود 3 سبعات وبعدين اسم الملف. اصبح كده قدامي ان جميع المستخدمين واخدين جميع الصلاحيات سواء للرايت او للريدنج كتابة وقراءة والاكسكيوت. طيب انا ممكن اكون يا شباب مثلا مش عايز استخدم الارقام او هنساها، فبعمل ايه؟ هنيجي لتاني جدول معايا. حرف اليو بيستخدم لليوزر او اونر، حرف الجي بيستخدم لجروب او المجموعة، حرف الاو بيرمز للاذر او الاخرين، حرف الاي بيرمز للاول. عرفنا الجدول؟ تعالوا بقى اما نستخدمه ازاي. هكتب شيمود وبعدين انا عايز ادي الصلاحيات اللي هديها دي لمين. مثلا انا هكتب ان عايز ادي صلاحيات لليوزر او الاونر اللي هو انا، هكتب يو وبعدين ايكوال او يساوي وبعدين هبدأ اكتب الصلاحيات اللي انا عايز اديها له. فانا هنا اديت له صلاحيات الار دبليو اكس. تمام. وبعدين اسم الملف زي ما انتوا شايفين. لما نيجي نعرض صلاحيات الملف تاني فهنلاقيه واخد الصلاحيات. تمام. طيب لو مثلا عايز ادي الصلاحيات دي للاخرين المستخدمين الاخرين فهكتب حرف الدبليو وبعدين ايكوال وبعدين هكتب ار دبليو اكس ريد ورايت واكسكيوت. نعرض الملف هنلاقي المستخدمين خدوا نفس الصلاحيات.
طيب لو انا عايز اعمل بقى حرف ال A اللي هي ال A الخفيفة دي، ده للأول، هدي جميع الصلاحيات او هدي بعض الصلاحيات لجميع المستخدمين، سواء انا او للمجموعة او للمستخدمين. هعمل الحوار ده ازاي؟ ابدأ اكتب حرف ال A وبعدين equal وبعدين اكتب جميع الاوامر اللي انا عايزها. فمثلا هقول لهم ان هم التلاتة او الاول الجميع يستخدم القراءة فقط. تمام، نبدأ نعرض الملف زي ما انتوا شايفين كده، داش ار داش داش ار داش داش ار داش. بس لحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا بالمعلومة، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.